النائب المحترم أبو العز الحريري. الرئيس، أنا شايف إن احنا النهاردة بنتكلم كلنا بدون مجموعات حزبية ولا كتل برلمانية ولا غير. كل المجلس النهاردة موحد في موقفه، وأنا عايز الرأي العام يبقى مدرك هذه الحقيقة عشان يبقى في وضوح قدام الشعب المصري أن المجلس متفاعل مع القضية التي نناقشها. وبالتالي الرأي اللي أنا بقوله ما هوش رأيي بقدر ما هو جزء من التعبير العام عن هذا المجلس القضية التي نناقشها. واسمح لي الوقت لأنه ضيق، أنا هقول عناوين للي أنا عايزه بدون ما اخش في تفاصيل. اولا احنا مطلوب مننا اننا نشكل لجنه لتوثيق توثيق ثوره 25 لجنه برلمانيه دائمه تبحث في كل ما نتج عنها من اعمال عظيمه ومن جرائم ارتكبت ومن ضحايا ونوثقها. الحاجه الاخرى انه في المصابين والشهداء في طرف ثالث وهم المفقودين، لابد ان نعرف مصير المفقودين لانهم يتجاوزوا المئات من الناس. الحاجة الخاصة بالطوارئ، أنا أعتقد أن حضرتك تستطيع أن تخاطب رئيس الوزراء يأتي الليلة، والليلة بكرة 25 يأتي رئيس الوزراء ونعلن إلغاء حالة الطوارئ. العالمية مش عايزة تقرير ولا حاجة، كل اللي كانوا ضد الثورة اعترفوا بالثورة وبيدوها تعظيم سلام وبيدسوها من الناحية الثانية. الحاجة الأخرى، أنا قدمت لحضرتك طلب بأنه المجلس يخرج النهاردة دلوقتي بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحدد مجالها وأعضائها، لأنه لازم تعلن حاجة النهاردة. إحنا هنروح وبكرة أجازة والناس هياكلوا وشنا. طب المناقشات دي عملت إيه؟ ونستكمل المناقشة زي ما حضرتك قلت إن شاء الله ناخد فيها شهر. الحاجة الأخرى، هناك جهات لازم نفتح ملفاتها، المخابرات العامة والمخابرات الحربية لابد أن يتفتح مجال يعني ملفاتها وتحقيق الفساد وغياب المعلومات وحجب المعلومات عن العدالة جريمة لازم يحاكم عنها الجميع. الحاجة الأخرى، التحقيقات أفزعكم أنها لن تؤدي إلى نتيجة، لأن المجلس العسكري يا رئيس حاضر، المجلس العسكري أصدر قرار بقانون يحيل الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات عسكرية جنائية أو مالية إلى المحاكم العسكرية التي ليست محاكم من أصله، وبالتالي هم يضمنون لأنفسهم الخروج الآمن بكل ما ارتكبوه من جرائم قبل 25 يناير ومن 25 يناير حتى الآن. يبقى احنا بنتكلم في إيه؟ إذا ما كناش نحسم هذه القضية والمجلس يبقى في ضميره أن القرار بالقانون ده عندما يعرض عليه سوف يرفضه، يبقى ما حدش هيتحكم من القتلة، يبقى احنا ما بنعملش حاجة. الحاجة الأخرى لو سمحت لي، المحكمة ملامة، لأن المحكمة جهة التحقيق الأساسية تستطيع أنها تطلب ملفات وحقائق ومعلومات وتفتح أبواب التحقيق في كل من شملتهم المحاكمة من معلومات وحقائق قالوها المحامين أو غيرهم. الحاجة الأخرى، النائب العام متواطئ في هذه القضية، اختزلها في حاجات هامشية عشان يبرئ الآخرين. احنا رايحين فين وجايين منين؟ الأمر أرجو أن احنا نتنبه ليه. لكن الآن يا ريس لو سمحت لي، عندي على الأقل نقطتين أعتقد أنهم مجال اتفاق مع كل الزملاء اللي موجودين. واحد، أن يأتي رئيس الوزراء. نمرة 2، أن تشكل اللجنة تقصي الحقائق قبل ما نمشي من هنا، تشكل عشان الشعب. شكرا. حضر إلى الآن السيد النائب المحترم فيصل الشيباني، وليتفضل بأداء اليمين الدستورية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون،